السلام عليكم ورحمة بكم في هذا الفيديو اللي نهضروا فيه على جديد اخبار المحترفين المغرب في الدوريات الاوروبيه الكبرى، بالخصوص دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي. غادي نبداو بدوري ابطال اوروبا، غادي نبداو باللاعب اشرف حكيمي اللي تالق مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان، قدر انه يسجل هدف رائع لصالح الفريق ديالو، قدر انه يحصل على رجل المباراه. هذه المواجهه كانت امام فريق بي اس في ايندهوفن اللي كيلعب مع المغربي الاخر السيباري اللي بدوره تالق مع الفريق ديالو، قدم مباراه جيده. بالاشاره اللاعب اشرف حكيمي قدر انه يحصل على رجل المباراه، وقدر انه يسجل هدف جميل لصالح الفريق ديالو باريس سان جيرمان، واللي قدر به ضمن التعادل للفريق ديالو. فبالتوفيق اللاعب اشرف حكيمي، وكذلك بالتوفيق اللاعب السيباري مع الفريق ديالو. وفي مباراه اخرى اللي جمعت فريق بايرن ميونخ اللي كيلعب معه اللاعب ادم ازنو مع فريق برشلونه. اللاعب ادم ازنو فالمشاركه ديالو اقتصرت على دكة الاحتياط ولم يتم إشراكه في المباراة، والمباراة انتهت بخسارة الفريق البافاري برباعية لفائدة برشلونة مقابل هدف وحيد من جانب النادي الألماني. وفي خبر آخر غير صار، اللاعب المغربي امين عدلي تعرض للإصابة مع الفريق ديالو، فنتمنوا له الشفاء العاجل ويرجع للميدان، لأنه نحن في حاجة للاعب امين عدلي إن شاء الله مع المنتخب المغربي. كذلك الفريق ديالو كيحتاجه في الدوري الألماني، وكذلك لمواصلة المشوار في دوري ابطال اوروبا. اما بالنسبه للدوري الاوروبي فغادي نهضروا على اهم مباراه اللي جمعت ما بين مجموعه ديال اللاعبين المغاربه، وهذه المباراه هي اللي تمت ما بين النادي الانجليزي مانشستر يونايتد امام النادي التركي فنرباخش اللي كيلعب معه كل من يوسف النصيري واللاعب سفيان امرابط. المباراه عرفت تعادل ما بين الفريقين، وشهدت تسجيل اللاعب يوسف النصيري هدف جميل من رأسية، هذا الهدف اللي عدل به النتيجه لصالح الفريق التركي. وكذلك سفيان امرابط قدم مباراه جيده. نفس الامر كذلك بالنسبه لنصير مزراوي من جانب نادي مانشستر يونايتد، كذلك اللاعب نصير مزراوي كالعاده ديالو كيقدم اداء ومردود جيد، وهذا بعد عودته من الاصابه. وكذلك ما غاديش نساو اللاعب عصام الزلزولي تالق مع الفريق ديالو في الدوري الاوروبي، وقدر انه يسجل هدف رائع، هدف اسطوري مع الفريق ديالو، وكيبرهن على الاداء ديالو المتميز اللي غادي به في هذا الموسم، فنتمنوا له التوفيق. كذلك ما غاديش نساو اللاعب ايوب الكعبي اللي بدوره سجل هدف رائع مع الفريق ديالو اولمبياكوس في الدوري الاوروبي. فكل التوفيق للاعبين المغاربه في الدوريات الاوروبيه، سواء الدوري الاوروبي او دوري ابطال اوروبا. وفي الاخير كنبغي نهني اللاعبين المغاربه اللي فازوا مع فريق الاهلي المصري بكاس السوبر المصري، وهما عطيه الله يحيى، بالاضافه كذلك الى اللاعب رضا سليم واللاعب اشرف ضارب. بالاشاره في اللاعب يحيى عطيه الله لعب المباراه بشكل رسمي امام فريق الزمالك المصري، قدر انه يقدم مستويات رائعه مع فريقه الاهلي المصري، قدر يفوز بكاس السوبر المصري. والاشاره في اللاعب ابراهيم دياز، اليوم تم الاستدعاء ديالو من طرف فريقه ريال مدريد للمشاركه في كلاسيكو الارض برشلونه امام ريال مدريد. فكل التوفيق للاعبين المغاربه والتوفيق للاعب ابراهيم دياز في هذه المباراه المهمه. فكل التوفيق للاعبين المغاربه في الدوريات الاوروبيه، في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، نتمنى لهم التوفيق. شكرا لكم على المشاهده، نلتقي في فيديو اخر.